السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عرفت راني طولت عليكم بزاف، شحال ما شاركت معكم شي فيديو. المهم باختصار رجعت لكم بهذا الفيديو، هذا الكاطو هذا اللي حضرته في عيد ميلاد ولدي. كيف ما كتشوفوا غنبدا معكم مباشرة لا غوسيت. عندنا هنايا 4 ديال البيضات، او 5 البيضات عفوا. وعندنا 120 غرام سكر حبيبات. في الاول كنطرب البيض. دائما البيض بدرجة حرارة المطبخ. كنطرب البيض مع السكر. في الاول كنطربو غير بشويه، يعني ما تزيدوش في السرعه في الاول، يعني في الاول تطرب. ديما تطربو غير بشويه. صافي من بعد يعني تجي السرعه. غادي نحضر هنايا هاد جينواز هادي. آه، انا غنديرها على شكل جينواز كيك رولي. عرفتوا داك الكيك رولي اللي كنحضر معاكم راه عندي بزاف في القناه. هكا كيجيني ساهل في التقطاع. المهم عندي هنايا الدقيق بعد ما كيطلع بعد هذيك لاموس ديال البيض والسكر. كنضيف هنايا 120 غرام دقيق و30 غرام كاكاو المر اللي بدون سكر. وزدت شويه يعني نص معلقه صغيره ديال بيكربونات صوديوم. الا بغيتو تزيدوها زيدوها، مبغيتوش تزيدوها ماشي مشكل. المهم انا راه مزربه هنا الفيديو بزاف، راه جاني اكثر من ساعه ونص هذا الفيديو ديال هذا الكاطو هذا. راكم عارفين ملي كتبداو تخدموا ماشي بحال ملي كتبغوا تصوروا تمونطيو. المهم هنايا راني كما قلت لكم راني غير مسرعه الفيديو، المره كندير غير بشويه. ودائما الدقيق يدار يتغربل ويضاف على 3 المرات، يعني غير بشويه تخلطي هذاك الشيء اللي عندك. عاوتاني تحبسي تاني، عاود تغربلي تاني واحد شويه وهكذا. المهم باش كتنجح لكم هاد الجينواز هادي، كتجي هشيشه وكتجي بصراحه لذيذه. وانا كتجيني انا بنينه هاد الجينواز ديال كيكرولي اللي كنديرها في الطاوه ديال الفران. كتجي احسن من نديرها ان في مول ونبدا نقطعها. سيرتو اللي ما كتنجحش اليوم الجينواز، ديروا هاد الطريقه اضمن. وكتجيكم بزاف الطبقات. بحال دابا انا غندير 4 طبقات في هاد الكاطو هذا. غندير الطاوه، غندير فيها هاد الكيك، وغادي ندير طاوه اخرى. فهمتوا يعني باش غادي عندي انا غادي المهم غادي نوريكم في الفيديو، ما نحرقش لكم المراحل. صافي هذه هي الطاوه اللي قلت لكم فرشت فيها بابي كويسون. وغادي نكب الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا. شتيها كتجي راه كتجي طبقه رقيقه، كتشوفوها هنايا كتبان لكم الطبقه رقيقه. وملي كطيب راها كتطلع يعني كتضاعف الحجم ديالو كتجي مزيانه. صافي غادي نسرحها بحال هكا، ضروري تسرحوها وتقادوها. تحاولوا تقادوها باش ملي تبغوا تقطعوا تلقاوها تعطيكم 2 دائرات. صافي ها هي طابت. كنطيبها على 180 درجة حرارة. كنخليها بين 15 حتى 17 دقيقة. صافي وكنخرجها بحال هكا، كنخليها واحد شويه، ما كنخليهاش تتبرد بزاف باش ما تلصقش. وكنقلبها في بابي اخر وكنزولو هذاك الورق بحال هكا. شوفوا كيفاش كتجي زوينه ورطبه. وكتجي ساهله في الخدمه ديالها. صافي غادي نخليها انا على جنب وغادي نبدا نحضر يعني الجينواز الثانيه. عندي هنايا 5 البيضات. دائما البيض كما نقول لكم يكون خارج من الثلاجه. و120 غرام سكر حبيبات. نفس القياس السكر باش ما تلفوش. نفس قياس الدقيق. يعني 120 غرام سكر و120 غرام دقيق. وعاد 30 غرام كاكاو المر. وشويه ديال بيكربونات صوديوم. صافي كندير كل شيء بدقه واحده بحال هكا وكنبدا نغربل. عفوا. كنبدا نغربل وكنبدا ندير نفس الطريقه راه بلا ما نعاود لكم الفيديو. المهم انا عندي هنا شويه ديال الفريز حيت ولادي انا تعجبهم الفريز. درت الفريز. في الاول كتبغى غنديرو يعني معسل، كتبان نديرو بحال يعني بحال الكونفيتور، ولكن من بعد قلت نديرو لهم فريش حيت كيعجبهم فريش. هادو هما الطبقات اللي انا حضرت قطعتهم بهذا السيركل اللي هذا نيت اللي خدامه به هذا. هو اللي قطعت به داك الجينواز بعد ما بردوا قطعتهم بهم وخليتهم بيتهم صراحه ليله. هذا تاني يوم.
كيف ما كنشوفوا كنحط الطبقه الاولى بحال هكا وكنسقيها بنسكافيه. انا كيعجبني طعم النسكافيه وكيواتيه بزاف هاد الجينواز مع تاع شوكولا، كيواتيها النسكافيه. النسكافيه كتكبوا عليه الماء طيب وكتسقي بها الجينواز ديالك. عندي هنايا هاد كريم فخيش، وعندي ماسكاربون. درت هذيك العلبه كلها كريم. ما تصورش هي الفيديو فاش كنكب في لاكريم. المهم راه هاد الشيء اللي كان فيه نيت. هاد الكريم فريش كبيت هذيك العلبه كلها، وديت ودرت معاها ماسكاربون العلبه كلها، وضفت عليها سكر، يعني سكر بودر، سكر جلاسي. درت فيها تقريبا كاس سكر، يعني كاس سكر جلاسي باش نحليها، لكن اللي كتكون ما يعني بدون سكر. صافي وشديت الكريمه ديالي درتها في هذا الجيب الحلواني. المهم راني ماشي حاولت، راه لا قلت لكم شحال جاني الفيديو، عرفتي راه طويل. عرفتي كتكوني تصوري راه ماشي هي ملي كتكوني دابا في الفيديو نتوما كيبان لكم هادشي ساهل، عرفتي راه كياخذ بالساعات. المهم الحمد لله طلعت النتيجه مزيانه ومرضيه وجات لذيذه واعره ما نقولش لكم. المهم دابا انا فاش سقيت هذيك الاولى هي سقيتها فهمتوا باش تشرب، قد ما تشربات وسقيت كاع هذوك لي جينواز هذوك الدائرات كاملين هذوك الربعه سقيتهم باش يتشربوا مزيان يكون احسن. وخا راه عرفتي خفت في الاخر لان ملي كتسقيها وتبقاي تهزيها ومع هي تبارك الله جات هشيشه، راه ممكن تقطع لكم. ما ديروش هاد الخدمه هادي صراحه. يعني ملي تاتبو تحطو عاد تبدا تسقيو. انا بت نزربي سقيتهم كلهم قلت يتشربوا مزيان، ولكن راه هزيتهم وراني كنقول المهم هنا تقطع، لان كترطاب مع داك السقوه اللي كتسقيها بالنيسكافي. صافي كندير الطبقه الاولى بحال هكا داك لا كريم فريش وماسكاربون. شفتوا السكر كلاصي فين كاين على جنب الحائط، راه شفتوه راه بزاف مراحل راه نقزتهم غير باش يجي الفيديو هو. صافي كندير الطبقه الاولى بحال هكا بهاد الكريم شونتيي كريم فريش عفوا. وغادي ندير شويه الفريز بحال هكا في الوسط بحال هكا. كيف ما قلت لكم كنت باغا نعسلو وقلت بلاش. هنا راه الفريز باش ما يكحلش ليا، راه عصرت عليه واحد شويه الليمون ودرت عليه واحد 2 معالق ديال السكر باش هذاك الليمون يعني الحامض ديالنا حنا، باش تاني ما يعطيش هذاك يعني ما يكونش مجهد. ضفت عليه شويه سكر باش ما نحيد لي هذاك الجهد ديالو. صافي وكندير الطبقه بحال هكا وكنبقى غاده. كندير هذا كنعاود ندير طبقه اخرى تاني تاع الكريم فريش. وعاود تاني غادي ندير تاني الطبقه الثانيه. هذه الطبقه الاولى هذه هي حطيتها. ودابا غادي ندير الطبق. بالنسبه لهاد لي جينواز هادو ملي تقطعوهم بحال هكا الا بانوا لكم ناقصين من الطرف ماشي مشكل، راه كيبقى لكم راه تبارك الله هذيك الطاوه راه كيجي مربعه. راه تهزوا شويه من الاطراف اللي كيبقاو لكم فاش كتقطعوا بهذيك الدائره وكتحاولوا تكملوا الدائره. صافي يعني ماشي بالضروري الا ما جاكمش القياس 2 دائرات راه تقولي لا. راه غير تديري الدائره الاولى والثانيه غتجيك ناقصه، وغادي داكشي اللي كيبقى لك من الطرف تكملي به الدائره. صافي دابا درت نفس الطريقه تاني. غلفتها بالكريمه ودرت الفريز بحال هكا في الطبقه الثانيه. انا نعطيكم رايي بالنسبه انا درتهم كلهم، درت فيهم الطبقات، درت لهم الفريز، درت 3 طبقات فيها الفريز. انا نعطيكم رايي من الاحسن انكم ديروا غير مثلا الطبقه التحتانيه والطبقه الفوقانيه، ديروا غير 2 طبقات. الطبقه التحتانيه ديري فيها الفريز، وبلاش ما ديري الطبقه الثانيه ولا الثالثه وعاد ديري فيها تاني الفريز. ديري غير 2 طبقات، الطبقه الاولى وما قبل الاخيره. صافي. وحيت تاني فريز ملي غادي ديريه كيستهلك لك بزاف تاع الكريمه، لان خاصك تعاودي تاني تحطي فوق منه. فهمتوا؟ شوفوا هنايا وريتكم ها نتوما شفتوا الدائره ماشي بالشرط انها تجي يعني لازم تجي مقاده. هذاك الطراف اللي باقيين راه غتحطوهم وصافي. راه كيلصق، سيرتو ما كاين هذا الكادر هذا كيعاون.
هاد السيركل ديال هاد الكادر اللي كندير فيه راه كيجمع الجينواز وصافي وكتجي هي هذيك. صراحة البنات جربوها وعلى حسابي، راه كاطو جا في المستوى، جا زوين وبزاف. راكم عارفين الدراري الصغار ما يمكنش الدراري الصغار ياكل لك شي حاجه الا ما عجباتوش. كنت عارضه حتى على صحاب ولدي، تا هما جاو حضروا معاه العيد ميلاد، وتا هما كلاو الكاطو تبارك الله، يعني عجباتهم، يعني راه غيديروها. قلت ما قلت لكم على حسابي. صافي هنايا انايا راني درت تاني الطبقه الاخيره، كنظن الاخيره الرابعه هي هذه. صافي كنحاول نقادها بحال هكا، وكنبيتها ليله في الثلاجه. هذا تاني يوم. عندي هنا شويه الشوكولا ديال شوكولات بيض كيف ما شفتوا درتو في حمام مريم. عندي هنايا زبده 250 غرام بدرجه حراره المطبخ دائما. هذا راه يوم اخر تاني هذا، حيت هذيك بيتها تاني في الثلاجه خليتها ترتاح. داكشي علاش واقيلا طلعت زوينه. بيتها يومين عيد ميلاد. كان بحال قلتي اليوم العيد ميلاد، وانا وجدتها يعني بحال جينواز درتها قبل بثلاث ايام، ولا كريم قبل بيومين. وهذاك النهار اللي غادي يكون في العيد ميلاد مونطيتها في هذاك النهار في هاد الكريمه هذه. المهم كناخذ الزبده كيف ما شفتوا بحال هكا، ضروري درجه حراره المطبخ، وكنطربها جيدا بحال هكا تتولي رطبه بزاف. بعد غادي نضيف عليها يعني شي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة. قولي سبعة المعالق سكر بودر. كنطربو تا هوايا هذا مع الزبده، كنطربو مزيان. الا عندكم هذاك الفلون الصراحه كيجي واعر، هذاك الفلون اللي كناخذوه من المغازه، الفلون اللي على شكل زبادي يعني دانون، اللي كناخذوه الدراري الصغار، كيعطي طعم زوين. درت هنايا فانيليا، درت واحد معلقه ديال فانيليا، ودرت هنايا جوج معالق الماء عادي، عادي ما سخون ما بارد، جوج معالق تاع الماء. صافي كنبقى نطرب مزيان حتى كتطلق هذيك الكريمه. طربوها مزيان، وما تفوتوش فيها الطراب تاني اللي ممكن تاني دير لكم. وعندي هذاك الشوكولات الابيض اللي قلت لكم، ما كاينش بزاف يعني، ماشي شي بزاف يعني، راه ما عبرتوش، ولكن درت غير يعني عيني ميزان، يعني كنت باغي غير اللون وشويه الطعم، فهمتوا؟ داكشي علاش يعني درتو انايا. المهم كما قلت لكم، الا كان عندكم هذاك الفلون اللي كان تا بودر تاع فلون ديروه. وهذاك الفلون اللي كيكون جاهز اللي كنجيبوه بحال شكل الجيل اللي كيتباع في المغازان، كيكون جاهز، هذاك زوين. هذاك راه كتفد مني دايره في القناه، الا دخلتو غادي تشوفوه. صافي طربت مزيان، وكنحاول نجمع الجناب. ديما تكونوا تجمعوا الجناب، لانه الجناب ما يعني كيطشطش كيطير، ما كيطربش مزيان، ضروري تجمعوه وتعاودوا تطربوا. شتو انا عجبني هذا اللون، شتو ملي درت عليه الشكلاط الابيض، حيت هذاك فانيليا درتها دارت شويه اللون، يعني غمقات اللون، وانا بغيتو فاتح. فهمتوا؟ انا بغيتو داك اللون فاتح. شوفوا ها هو دابا مع الشكلاط الابيض، شتي كيفاش فتح ولا اللون زوين. شوفوا كي داير اللون، غزال هاد اللون. صافي ها هي الكريمه، ها نتوما كتشوفوا كيفاش دايره، كتجي واعره وناجحه وغزاله. البنه ما نقولش لكم، البنه ما نقولش لكم، غزاله البنه. صافي دابا هادي هي الكاطو ديالي خرجته من الثلاجه. صافي راه كنقاد ليه غير جناب بحال هكا. نحاول نقاد هذاك الكريمات اللي خرجت من الجناب. ودابا غادي نبدا يعني نغلف هاد الكاطو كيف ما كنقولوا بالكريمه الزبده. كنحاول اني نعمر جناب مزيان، ومن الفوق حتى هوايا، ومن بعد
ن- يعني نلم، كما كنقولوا ليسيها، كنليسيها بهاد الآلة هادي كتعاون بزاف، هاد الآلة هادي صراحة أحسن ما خديت. صافي، وكنحاول يعني ننظف الجناب بحال هكا. اللي ما عمرها دارت الكاطو ولا دارت هاد الكاطو راه غادي تولي تعتمدوا وتعود ديروا العيد. وانتي من بعد غادي تبقاي تفنني، مثلا كل مره غديري مثلا عيد ميلاد بنتك ولا ولدك، تختاري الالوان وتختاري الديكورات اللي بغيتي. المهم كيبقى الاساس هو هذا، ومن بعد التزواق والذوق اش تحطي من الفوق، هذاك الشيء كيبقى لك انتياج، ولا اش من المناسبه ولا. فهمتوا؟ يعني كل مره كتبقاي نتيا تفنني في الديكور. المهم الاساس هو هاد الجينواز بحال هكا. وحتى لداخل ممكن تزيدي انتي فواكه، تزيدي مكسرات، تزيدي شوكولا، على حسب ولدك شنو كيعجبو. يعني المهم على حسب يعني الطلب وعلى حسب الذوق. صافي كنليسيها مزيان، كنحاول ليسيها، ولا لقيت شي فراغات بحال هكا كنعاود نضيف و وكنليسيها. ومن بعد ملي غنسالي غادي نحطها في الثلاجة نخليها تبرد مزيان، وغادي ندوز نلون هاد اللي بقى ليا من هاد الكريمه الزبده هادي. انا كنت باغا ندير شي لون. عندي انا الوان، يعني عندي الوان طبيعيه. حاولت ندير واحد اللون، كتبت نديرو فيولي، درت هاد الزرق والاحمر. وكون كان عندي الكحل كان غيجي فيولي، ولكن خساره ما عنديش الكحل. درت الماغون، درت الشوكولات معاهم. فهمتوا؟ درت غير الشوكولات، زدت الشوكولات وداك الاحمر والزرق، عطاني هاد اللون زوين. انا اصلا كيعجبني هاد اللون. هاد اللون هذا كان يعجبني. كنت كنديرو، كنت صبغت الدار وكنت درتو في لاشوبغ. احنا دخلنا الصباغه. المهم ما علينا. صافي درتو في هاد الجيب هذا بحال هكا. زعما كون كان عندي النواغ كان غيجي يطلع لي واعر، كان غيجيني فيولي فيولي، ولكن خساره. انا كنت باغا الصراحه بنفسجي، وكيطلع لي هاد اللون، هاد اللون كيعجبني. صافي دابا غادي نحاول ندير هاد الشكيلات بحال هكا الجناب. كندور من نفس الدائره، كنعاود ندير الدائره وانا غاده. كريمه الزبده بصراحه احسن حاجه في الكيك. ملي كتبغي ديري كيك ديزاين ولا كيك يعني العيد ميلاد ولا هذا، احسن حاجه كريمه الزبده. وكاينين اشكال وانواع. المهم انا قربت لكم يعني اسهل كريمه هي هذه. صافي كنحاول ندير شكيلات بحال هكا. راه جاني سبحان الله، جاني اش نقولوا، العبار ديال درت 250 غرام زبده، وراه جاني قد يعني باش غلفت الكيك وباش زوقتها الفوق والتحت. بقات لي في شي حاجه بسيطه، المهم حاولت معاها وكملتها. يعني جات حد القد ما شاطش، ولا نص معلقه ديال الكريمه ما شاطتش، يعني جات لحد القد. صافي زوقتها تاني من التحت بحال هكا. انتي ممكن ديري غير شوكولا وتذوبيها وديريها من الفوق وتديريها على شكل دميعات بحال هكا. ممكن ديري غير يعني وريدات بحال هكا بهاد العجينه هادي وديري بسكوت. المهم راه كل واحد كيعرف كيفاش يزوق الكاطو ديالو. وهنايا شديت شوكولا نوار ودرتها في حمام مائي، ودرت في هذا البوش هذا الورق الزبده، وحاولت نكتب سميت ولدي. كتبت اسم ادم. وصافي ودرت واحد الزواقه لتحت، ودرت ليه درت ليه 7 سنين. الله يطول لي بعمره ويخليه ليا ويحفظه هو وخوتو ويعطيهم من هو في خاطرهم. فوالا هذا هو الاسم ديالو. وحاولت ندير هنايا الشوكولاط ابيض اللي كان بقى ليا، حكيته ودرت شويه شوكولا بلون غابي بحال هكا. درتو هنا كغابيل يعني في اللون اللي انا درتو في هذاك الكاطو.
سوقت بيه بحال هكا من الفوق، جا زوين بزاف. صافي ومن بعد حطيتها في الثلاجة تبرد مزيان، عاد كملت ليها الزواق هذا هو الكاطو. هانتوما كتشوفوا جا واعر 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 الصراحة، جا واعر الكاطو بزاف. وهنايا غادي نقطع معاكم باش تشوفوا كيفاش جاو حتى الطبقات من الداخل، جاو مقادين ومتساويين. وجات اهم حاجة بنينة قولي اهم حاجة البنة. اهم حاجة جا بنين ولذيذ بزاف وعجب وليداتي وعجبت هذوك الوليدات اللي جاو. وداز عيد ميلاد زوين المهم فرحت ولدي باش ما كان، يعني ماشي بالشرط انا نمشي نشري شي كاطو واو باش نحتفل معاه. المهم حنايا نحاولوا غير نفرحوهم بابسط الاشياء. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللي لايك وبالتعاليق ايضا، وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.